لو عايز تعمل عضلة رجل زي دي يبقى لازم تتفرج على التمرينة دي كاملة وتطبقها. معاكم بيج محمد صاحب ال 18 سنة. أول حاجة هنبدأ تسخين زي ما انتم شايفين في الفيديو قدامكم كده. تمام، هتسخن رجلك كويس طبعا عشان تبعد عن الإصابات. أول تمرين هنبدأ معانا هنلعب طعن زي ما انتم شايفين كده، سوبر ست سكواد فاضي زي ما انتم شايفين كده قدامكم في الفيديو. هنلعب التمرينة دي 4 مجاميع زي ما انتم سمعتوا كده، 4 مجاميع، والسكواد 20 عدة. تاني تمرينة هنلعبها هنلعب على جهاز الرفرفة الأمامي فردي سوبر ست زوجي زي ما انتوا شايفين كده قدامكم، وآخر مجموعة دروب ست. جهاز الأمامي هناخده 4 مجاميع برضو. تالت تمرين هنخش على جهاز الدفع زي ما انتوا شايفين، هنفتح رجلينا قوي كده عشان نستهدف الضمة، وهنلعب 4 مجاميع للفيلير برضو زي ما انتوا شايفين كده. رابع تمرين هنخش على جهاز الخلفية هنلعبه 6 مجاميع، ايوه زي ما سمعت 6 مجاميع للفيلير. عايز اول 3 مجاميع عدات قليلة، واخر 3 مجاميع عدات كتيرة، واخر مجموعتين خدهم دروب ست. خامس تمرين معانا هنرجع على جهاز الدفع. هتضيق رجلك قوي كده زي ما انا مضيقها دي، هتستهدف رجلك من بره، هتعمل لك كيرف اللي هو زي بتاع المحترفين ده، تخلي رجلك راميه لبره. هو الجزء ده، هي التمرينه دي هتركز لك على الجزء رجلك الخارجيه عشان تخلي لك رجلك بالشكل ده. اخر تمرين هنخلص بيه السمانه، وهتلعبوا بالاداء ده. هتلعبوا 5 مجاميع للفيلير، 3 مجاميع اوزان خفيفه عدات كتير، اخر 3 مجاميع اوزان تقيله عدات قليله. وبس ده كان فيديو النهارده. شوفوا عايزين نتكلم عن ايه التمرين اللي جايه والبرامج المخصصه، ابعت لي كلمه تدريب رقمي تحت. يلا بينا عشان نوصل لافضل نسخه من نفسك. بس كان معاكم بيج محمد صاحب ال 18 سنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.